اي حد في سني يا جدعان عملها قبل كده او هيعملها اصلا، مفيش حد عملها، انا الوحيد اللي عملتها. ان انا بفضل الله ما بخافش من حاجه يا طب يا جدعان. حبايب قلبي، احنا دلوقتي رايحين نشوف الديب اللي انا كنت انقذته انا وعمر احمد. فخليكم معايا. الديب ده يا جدعان بقاله شهر ونص عند واحد صاحبي، هو اللي بياكله ويشربه وما كانش بيلعب معاه ولا بيحس عليه كمان، فاكيد الديب شرس. فخلينا رايحين دلوقتي ونشوف ردة فعله، فاستنوا يا رب يا رب يطلع لسه فاكرني. بس كده كملوا الفيديو للاخر. هنا يا جدعان كنا راكبين المواصلات وكنت متحمس جدا جدا ان انا اشوفه، طبعا صوتي ما ظهرش طبعا عشان الدوشه اللي كانت في العربيه. كنت بحاول اغفل اسلام والله العظيم يا جدعان عشان كانت راحت عليه نوم، عشان كان مطبق، بس للاسف ما لحقتش. طب يا جدعان احنا دلوقتي طالعين اهو نشوف الديب، يا رب يا رب يا رب يطلع لسه فاكرنا. حرفيا يا جدعان الديب ده كان جاي بيقتل حرفيا، بس الحمد لله عرفت اسيطر عليه وعرفت اهديه. بس للاسف المكان اللي هو كان محطوط فيه ما كانش حد بيلعب معاه خالص، يا دوبك كان اكل وميه وتنظيف بس. فهنطلع نشوفه يا رب. يا رب يطلع فاكرني، هفرح قوي يا جدعان لو طلع فاكرني، لو ما طلعش فاكرني هزعل قوي بصراحه. يا جدعان احنا طالعين دلوقتي، خليكم معايا. كنت متحمس قوي يا جدعان لان انا نفسي اشوف الديب ده بقالي فتره كبيره قوي، وخصوصا ان الديب ده ليه معايا ذكرى وموقف يعني عرفت اجيبه منه. وكنت برضو مقلق جامد ان انا يطلع ان هو شرس مثلا او مش فاكرني ويبدا يهاجم، كنت هزعل قوي بصراحه. خليكم معايا يا جدعان، رايحين دلوقتي هنشوف الدابه مع بعض، بس لازم بس حاجه ايه للامان يبقى معانا عصايه، مش هنضربهم بيها ولا اي حاجه، بس عشان لو حاجه هجمت نعرف ان احنا نصد بس الهجمات بتاعتهم. خليكم. اسكت. انا طايل جوزك افتحي. خش يا اسلام. هو معاك اهو، خش. هو انت مش لما انت تخش الاول؟ مش عارف يا رب اللي بيحصل فيا ده ايه، حظ سيء ولا ذنوب بكفرها ولا ايه؟ ولا ايه؟ طب يا جدعان احنا داخلين دلوقتي، خليكم معايا يا جدعان، حرفيا اللحظه المنتظره، عايز اعرف بس هيعرفني ولا لا، فتعالوا معايا كده. طب يا جدعان برضو بنأكد ان احنا العصاية اللي معانا دي احنا ما بنضربش بيها ولا بنأذي بيها اي حيوان، دي بتبقى معانا بس للأمان. عشان زي ما انتم شايفين كان عمال يتنطط من بوكس لبوكس وعمال ينط بطريقة غريبة يعني. وما شاء الله انا استغربت اصلا من حجمه وشكله اتغير 180 درجة. هنا يا بصوا يا جدعان، جدعان كنت بحاول ان انا بس اخليه يقف في مكان ثابت عشان اعرف اصوره بوضوح واعرف اتعامل معاه، فوقف الفيديو وانزل قولي في الكومنتات هل يا ترى هيعضني ولا لا. اللحظه المنتظره يا جدعان، هنخش دلوقتي نحس عليه، انا حرفيا والله ما اعرف هيعضني ولا لا، بس هو من البدايه كده هو مش عايز يعض. فخليكم معايا ان شاء الله ما يعضنيش، يا رب ما اروحش النهارده معض. دي بس يا جدعان معايا عشان لو حب يعض ايه اصدها، بس عشان ما تجيش في ايدك. قرب كده يا اسلام. انا بقيت خايف منه يا اسلام. يا نهار ابيض يا جدعان، اللي بيقولوا الحاجات دي بتنسى، الديب كمان ما نسانيش. ما شاء الله يا جدعان، انا والله ما كنت متوقع خالص ان هو يفضل فاكرني وان هو ما يعضنيش، بس هو ما شاء الله ده بيعض ولا عمل اي حاجه. وتقريبا ده من اخر مره لما كان عندي، فهو خد خلاص ان البشر مش خطر عليه، فما عادش عايز يعض خالص. فبجد بجد انا فرحان جدا ان هو ما رضاش يعضني. ما شاء الله يا جدعان، وزي ما انتم شايفين حجمه ما شاء الله كبر جامد جامد، وفرو طلع كمان. كان جاي لنا يعني، هحط لكم صوره هنا دلوقتي، كان جاي لنا متبهدل حرفيا. فبصراحه فرحان جدا جدا ان هو يعني مش عايز يعض خالص. استنى بس. بصوا يا جدعان ما شاء الله، بجد ما شاء الله. فخليكم معايا، هحاول دلوقتي اخد الصوره المصغره اللي هتبقى باينه لكم اصلا في اول الفيديو، فربنا يستر وما تعضش. فيلا بينا. طب يا جدعان احنا لسه راجعين اهو من عند الديب، وزي ما انتم شفتوا كان ردة فعله عسل الصراحه، وما عضنيش بالعكس لسه بنلعب معاه. فبصراحه يا جدعان والله العظيم اليوم كان متعب جامد، وخصوصا ان احنا كنا عنده عمر لاسلام، كان اسلام رايح ياخدها عنده. سيب له قناه اسلام تحت في البايو، خشوا اشتركوا وروقوا عليه، اي حد بيحب الحمام يروح لقناته. ويا جدعان يا ريت تقدروا التعب ده وتعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، بس كده، سلام.